بكم في رحاب هذه الندوة الحوارية حول حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على المرأة، وهي حملة عالمية تنظم سنوياً ابتداءً من 25 نوفمبر أي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان. تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأشكال العنف المختلفة ضد النساء والفتيات، مثل العنف الرقمي والعنف الاجتماعي والنفسي والقانوني والسياسي، والدعوة للتغيير من أجل القضاء على هذا العنف، لا للعنف ضد المرأة سواء كان رقمي أو جسدي أو نفسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وكل أنواع العنف الغير مبرر لانتهاك حياة إنسان وهو انتهاك صريح لحقوقه. والعنف ليس حلاً ولا يتماشى مع القيم الدينية أو الإنسانية. نبقى الآن مع قراءة البيان لمجلس المرأة السوريتو بهذه المناسبة. تتفضل السيدة سلمى داود جبو مشكورة. في كل عام يذكرنا يوم 25 من نوفمبر بأن العنف ضد النساء ليس حادثاً عابراً، بل واقعاً يطال نساء العالم في مختلف المجتمعات. هذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية، بل دعوة مفتوحة لمواجهة منظومات العنف التي تحاصر النساء وتنتزع أمنهن وحقوقهن الأساسية. وبالنسبة لنا نحن النساء السريانيات الآشوريات الكلدانيات يحمل هذا اليوم معنى أعمق، وهو يستحضر ذاكرة ثقيلة من الاضطهاد الذي عاشه شعبنا ودفعت نساءنا ثمنه مضاعفا. ولا يمكن في هذا السياق أن نتجاهل ما تعرض له شعبنا عبر التاريخ من مجازر وانتهاكات، بدءا من مذابح السيفو عام 1915 على يد السلطان العثماني، مرورا بمذبحة سمير عام 1933 ومذبحة سوريا عام 1969، وصولا إلى هجمات داعش على سهل نينوى في عام 2014 وعلى قرى الخابور في سوريا عام 2015، حيث واجهت المرأة السريانية الآشورية الكلدانية عنفا مزدوجا كونها امرأة وكونها منتمية لشعب أريد له الإبادة وطمس الهوية. إن الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا ليس مطلبا تاريخيا فحسب، بل حماية ضرورية لهويته ووجوده واستمراريته. فمن دون هذا الاعتراف لا يمكن ضمان العدالة ولا منع تكرار ما تعرض له عبر القرن الماضي. كما أن من أقسى أشكال العنف التي نواجهها كشعب هو إنكار هويتنا الجماعية وحقنا بتمثيل أنفسنا تمثيلاً حقيقياً، وما يتبع ذلك من استغلال سياسي أو تغيير متعمد لصوتنا في أماكن وجودنا المختلفة. ودورنا نحن النساء لم يعد دور المتفرج أو الراوية للصدمات الماضية، بل نحن اليوم الواجهة التي تمثل شعبنا في كل مكان. وجودنا في المؤسسات، في العمل السياسي، في الفضاءات الأكاديمية وفي المنصات الدولية هو شكل من أشكال المقاومة وبناء مستقبل مختلف. نحن نثبت بصوت واضح أن شعبنا حاضر وأن نساؤنا قادرات على حمل قضيته والدفاع عنها حيثما كنا. ولذلك نعلن نحن نساء مؤتمر سوريتو في سوريا والعراق وأوروبا وكل أماكن وجودنا التزامنا بمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء. ندعو إلى حماية قانونية فعالة وإلى نشر الوعي المجتمعي وإلى قيام المنظمات الدولية بواجباتها تجاه النساء واتجاه الشعوب التي ما زالت تواجه خطر التمييز. ونؤكد كذلك أن مكافحة العنف تتطلب تمكين المرأة وتعزيز حضورها وضمان حمايتها القانونية، إضافة إلى حماية حقوق شعبنا السياسية والثقافية والإنسانية. نحن بعالم لا تعيش فيه امرأة تحت التهديد ولا يترك فيه الشعب لحظة وحده، ونعمل من أجل
هذا الحلم بصوت واحد وإرادة قوية. الشيء اللي يعني ممكن نقوله في هذه المناسبة أن المرأة العراقية اللي قدام أنا دائما أكررها في هذه الفترة الزمنية الحرجة اللي مر بها العراق وتمر بها المجتمع العراقي، لا أمن ولا أمان ولا حماية للمرأة العراقية. هذه النتيجة اللي توصلنا لها في السنوات الأخيرة بظل وضع ملتبس، وضع تعبان، وضع أزمات متنوعة، وضع أيضا مصير مجهول للأسف الشديد. أنا هذا رأيي وأقوله بصريح العبارة منذ 4 سنوات، والواقع يدلل أكثر يوم عن يوم. نحن نعيش في وضع هش، في ظل نظام هش، في ظل نظام وضع اجتماعي يزداد بؤسا، في وضع نظام تعليمي والخدمات إلى آخره. فبالتالي هذا كله أثر على أوضاع المرأة، وأثر على أوضاع الاستقرار والتماسك الأسري وعلى أوضاع المجتمع ككل. مع ذلك احنا لا نزال نعمل كل جهدنا من أجل إيصال يعني تغيير هذا الوضع في الاعتراف بالمرأة، لأن احنا انطلقنا أساسا في نشاطنا بعد 2003 في شبكة النساء العراقيات في قضية الدعوة للدستور العراقي، وعملنا نشاط كبير من أجل باب الحريات والحقوق في التأكيد على مبدأ المساواة اللي هي المادة 14 من الدستور، تأكد مساواة العراقيين جميعا أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الدين أو القومية أو العرق أو اللون أو اللغة أو إلى آخره. فبالتالي هذه المادة اللي هي أساس عملنا وأساس تواصلنا. أيضا احنا نأكد في نفس الوقت العراق صادق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية هي بشكل خاص نقولها الحقوق المدنية السياسية، الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. هذه مسائل مهمة، إضافة إلى اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، واتفاقية حقوق الطفل. أيضا هذه كلها مسائل مهمة في عملنا من أجل التصدي للعنف. بلا شك القوانين العراقية هي قوانين يعني تمتد، خاصة نتحدث عن القانون الجنائي اللي هو قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. بلا شك يعتبر من القوانين اللي يعني تطرقت إلى قضايا العنف ضد النساء، تطرقت إلى كثير من المشاكل والجرائم اللي تحدث. لكن في دراستنا وفي الواقع التطبيقي للقانون وجدنا بعد التغيير أن هناك في ثغرات كبيرة في القانون، ثغرات تشير إلى يعني معاملة المرأة ليست كما معاملة الرجل في قضايا الجرائم، وهي يعني ممكن عدلناها وسوينا مسح حول هذا الموضوع، طلعنا أكثر من 15 من المواد في قانون العقوبات يعني لا تتصدى للمرأة كما تتصدى للرجل. ممكن واحد يذكر قضية الخيانة الزوجية، والخيانة الزوجية تعاقب المرأة بالزنا إذا يعني كان عندها علاقة محددة، بينما الرجل يجب أن يثبت الزنا في داخل على فراش الزوجية وليس خارج البيت، على فراش الزوجية يجيب اللي يقدر يثبت هذا الموضوع، بينما المرأة بسهولة تتهم بالزنا حتى لو شافوها بالشارع أو شافوها في مكان آخر. وكثيرة هي جرائم قتل النساء، قتل العار، غسلا للعار، ما يسمى غسلا للعار. أيضا هناك التخفيف من عقوبة جرائم ما تسمى جرائم الشرف أو جرائم غسل العار، يعني لا يحكم مرتكب هذه الجريمة إلا أحيانا 7 أشهر، أحيانا 3 سنوات فقط. وبالتالي هذه العذر المخفف يسموه في قانون العقوبات، هذه مشكلة المشاكل. يعني احنا لا نزال نواجه كثير من الجرائم اللي تخص النساء، كان من ضمنها طيبة البنت اللي بالديوانية اللي جت من تركيا وتتصور انها راح تصالح اهلها ومخطوبة الى واحد،
قتلت من قبل أهلها رغم أنهم كانوا منطين وعد إلى الشرطة المجتمعية قبل يومين، كانوا في داخل بيتهم ومنطين وعد أنهم يعاملوها بشكل طبيعي، لكن ورا يومين قتلوها. وهذا الجانب طلع ورا كم شهر، طلع من السجن أخوها وانتهت العملية. وما أكثر من هذه الحوادث. أيضا قضية أن المرأة، أي امرأة تتعرض للاغتصاب، مرتكب الجريمة إذا تقدم لها للزواج الجريمة تعلق، وإذا مرت 3 سنوات تسقط الجريمة وينتهي كل شيء في هذا الجانب. ليش؟ زين، هذه قضايا كثيرة، هي المشاكل. ويقول إذا المرأة يعني دفعها زوجها لممارسة الدعارة أو البغاء لا ينفذ بالحكم إلا إذا زنت. يعني هذا موضوع كيف تكون هذه القضايا، إلا إذا زنت هو يحكم عليه، لكن إذا ما زنت هو دا يدفعها. وما أكثر من مشاكل والجرائم اللي تصير في هذه المجالات. كثيرة هي هذه القضايا اللي أثبتها القانون العقوبات. لهذا إحنا سعينا من سنة 2005 إلى طرح قضية قانون العنف ضد النساء. اليوم خلينا نقول انه بداية خلينا نقول العنف هو مو بس ضرب او كلمة جارحة. العنف قد يشمل اي تصرف يسبب ألم، يسبب خوف، يسبب تحكم. فهذه كلها احنا نعتبرها هي يعني آثار جانبية قد تظهر على المرأة، سواء على الطفل او على الشباب. واحنا كل يعني أنا صراحة أستقبل هواية حالات تجيني إنه ما زال يعني الوعي ما متوفر للأسف في بعض العوائل. يعني نلاحظ إنه نشوف أكثر العوائل يعني يتوفر بها العنف المنزلي. مثلا المرأة تتعرض إلى الضرب من قبل الرجل أو الطفل من قبل الأب والأم. يعني أنا كثير حالات أستقبلها ونشوف أكثر الآثار. يعني إحنا حكينا عن الجانب السياسي والجانب العلمي والثقافي، ولكن أنا أشوف الجانب النفسي هو أكثر مؤلم وأكثر شيء يعني يبقى إلى حتى إلى مثلا أنا اشتغلت في دار المسنين، فشفت هذا الشيء يبقى إلى حتى آثاره إلى ما بعد الشيخوخة يعني خلينا نقول. فصراحة يعني هذا الشيء جدا مؤلم أشوفه، لأن للأسف بعد العنف يعني موجود في بلدنا، وهذا أكيد يجي من النقص، من نقص الوعي ما بين كثير من الناس. فصراحة هي أكثر اللي تسبب هذا الشيء هو ألم نفسي بالنسبة للكبار السن، للطفل، للمرأة. فهذه تترك آثار نفسية أكيد، منها مثلا التوتر، القلق، الاكتئاب، حتى الصدمة. مرات تكون اضطرابات ما بعد الصدمة أكثر مؤثرة على الشخص. أكيد هو هذا الجانب أيضا يأثر عليها من ناحية الثقة بالنفس. يعني حتى تشوفيها أنه ما هي قادرة أن تعبر عن مشاعرها، ما قادرة. حتى هذا يأثر أيضا على حياتها اليومية. يعني إذا كانت تعمل في الدوائر الحكومية، فأنا لاحظت هواية نساء أنه هذه الحالة أثرت عليهم وما قدروا أصلا يتواصلون ويا العمل، يعني أن يقومون بأعمالهم اليومية. يعني أنا تحضرني حالة من الحالات أنه المرأة كانت معنفة من قبل الرجل وهي محامية. بعض المرات حتى الشخصية تنعدم من تسمع كلام جدا جارح أو تتعرض إلى الضرب خلينا نقول. لأن هو العنف بعدة أشكال، إما يكون جسدي أو يكون لفظي أو يكون نفسي أو قد يكون رقمي أو اقتصادي. فهذه كلها الجوانب هي تأثر على المرأة بشكل مباشر.
فهنا احنا نلاحظ انه المرأة ايش قد ما تكون واعية بس قد ما تتعرض لهذه الأساليب المعنفة قد تأثر أكيد على نفسيتها حتى بالمستقبل. يعني ممكن يأثر على نفسيتها كعائلتها كأطفالها؟ أكيد يعني هواية عوايد. شوفي احنا نشوف دائما الأم المعنفة خاصة من قبل الرجل قد يكون التأثير الأكبر هو على الأطفال. يعني مثلا تشوفين هواية طلاب بالمدارس انه يأثر على تعليمهم، يعني مثلا مستواهم العلمي تشوفيهم انه دائما شاردين، من تجين تحكين وياهم يقولوا لك احنا عندنا مشكلة بالبيت، مثلا ابويا دائما يضرب امي، دائما امي تسمع كلام مو لايق من والدي، فهذا اكيد راح يأثر مستقبلا على الاطفال. واحنا انا دائما اقول انه شخصية الانسان هي مو بس بالطفولة، هي يمكن أكثر الجالسين ما يعرفون أنه شخصية الإنسان تبدأ من عمر 4 إلى 9 أشهر حمل وهو جنين في رحم الأم. يعني أنه الأم تقدر تربي طفلها وهو جنين في رحمها. يعني إحنا هذه الحالة نربطها أنه مثلا كثير من النساء هم في فترة الحمل معرضين لكلام مو لائق من قبل الزوج، أو مرات قد تكون هي الفتاة ما مرغوب بها أنه تجي للدنيا. مثلا دائما الأبهات مع احترامي للكل أنه دائما يركزون أنه المولود لازم يكون ذكر، يعني يرفضون البنية. فتشوفيها بالمستقبل البنية من تجي يعني في مرحلة الرشد انه تشوفيها حتى تصرفاتها تصير مثل تصرفات الاولاد، لان في فترة الحمل كانت مرفوضة من قبل الاب، او مرات حتى الام هي يعجبها انه اول طفل يجيها مثلا يكون ولد. فهذه كلها آثار جانبية. يعني شوفي احنا من بدنا نتكلم عن عنف، هو مو بس العنف جسدي ولفظي ورقمي، حتى الكلمات تأثر. يعني أنت في فترة الحمل إذا كانت هذه الكلمات اللي يسمعها الطفل فمستقبلا، لأن احنا دائما نقول أغلب المشاكل اللي يتعرض لها الشخص قد ما تكون يعني هي من خلال الطفولة، قد يكون هو هذا الشخص في فترة الحمل تعرض إلى موقف أو حدث أو صدمة فأثرت على شخصيته بالكبر. طبعا ظهر أكثر مصطلح العنف السياسي بالقرن العشرين، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. ظهر أكثر بستينيات القرن الماضي بعد أنه صارت حركة حقوق الإنسان نشيطة بالعالم، فظهر مصطلح العنف السياسي. وطبعا العنف السياسي هو يشمل كل أنواع العنف، يعني ضمن كل أنواع العنف اللي ذكرناها، وهو طبعا مسألة حساسة جدا لأنه يستهدف الفئة السياسية بالمجتمع أو العاملين بها. فالعنف السياسي ممكن أنه نذكر بعض الأنواع، مثلا عنف الدولة على المواطن، أو عنف الجماعات المسلحة، أو العنف الانتخابي اللي يمارس خلال الانتخابات، أو العنف على المرأة اللي تعمل بالمجال السياسي، أو العنف على الأقليات الدينية والقومية والإثنية، أو العنف على الجهة اللي تكون ضعيفة بالمجتمع واللي يكون لا لها حول ولا قوة، أو يكون عنف على الناشطين السياسيين أو الإعلاميين أو اللي يكونون أشخاص أو أحزاب معارضين لسياسة الدولة. وممكن أن يكون عنف سياسي أيضاً على فئة الشباب والطلاب من خلال الاحتجاجات اللي تصير أو المظاهرات اللي تصير ضد النظام السياسي الموجود، فيتم أيضاً استعمال العنف والقوة معهم من أجل إسكاتهم أو من أجل تخويف الجيل الجديد من التدخل أو من خوض المرحلة السياسية أو التدخل بها أو معارضتها. فكل هذه الحالات اللي ذكرتها تتعرض للتهديد، الترهيب، تتعرض للتهميش ممكن أو الضغط، أو ببعض الحالات إلى الاغتيالات، أو تتعرض إلى تشويه سمعة، وخاصة النساء تشويه سمعتهم
اللي خاصة يدخلون بالمجال السياسي. فذكرنا أنه العنف السياسي موجود وقائم، لكن ممكن أنه كمصطلح يكون جديد علينا. بالنسبة للعنف السياسي، بما أنه اليوم إحنا موضوعنا عن العنف ضد المرأة، فالعنف السياسي على المرأة ممكن نقول أنه هو أي تهديد أو ضغط أو محاولة إبعاد المرأة عن خوض المرحلة السياسية، أو التهديد أو الضغط والعنف اللي يقام على النساء اللي تكون تنضم إلى أحزاب سياسية أو تكون من البرلمانيات أو من المرشحات. فهذه أيضا يمارس عليهم العنف السياسي، كان يكون جسدي من خلال الضرب أو نفسي من خلال مثل ما ذكروا الأستاذات أنه يتم يعني الكلام عليها أو يتم تهديدها أو يتم الضغط عليها، فهذا كله يسبب لها عنف نفسي. ممكن أنه يكون عنف رقمي أيضا، يتم تهديدها أو يتم نشر صورها أو يتم اختراق مواقع التواصل أو نشر معلومات مهمة عنها في سبيل أنه تهديدها أو إقصائها من المشاركة في الانتخابات، أو إذا كانت مرشحة أو إذا كانت تعمل في أحزاب سياسية. أيضاً العنف السياسي يمارس على المرأة اقتصادياً أيضاً، فممكن أنه بعض المرشحات ما يتم صرف لهم أموال من أجل إقامة الدعاية الانتخابية، أو يتم رفضهم من العمل، أو يتم عليهم يعني ضغوطات مالية تكون عليهم أكثر من الرجل. أيضاً العنف السياسي على المرأة، طبعاً إحنا كمجتمع يعني نشوف أنه مشاركة المرأة بالدور السياسي قليل جداً، أو ممكن أن يكون يعني مشاركة فقط شكلية، لأنه إحنا ماخذين أو المتوارث عندنا أنه المجال السياسي هو مجال يخص الرجل. النساء دائماً يكونون بعيدين عن هذا المجال، ما لهم الشغف أنه يدخلون بهذا المجال لأنه يعتبرونه خاص بالرجل، وهذا مفهوم خاطئ جدا. أنا أشوف يعني دور المرأة بالسياسة مهم جدا، كان يكون تشارك بآرائها، تشارك من دورها يعني تمثيلها، رؤيتها أو مشاركتها بالقرارات المصيرية والقرارات المهمة اللي يتم أخذها واللي يتم تحديدها. أنه يعني أغلب القرارات المصيرية واللي حياتنا تعتمد عليها هي كلها تتخذ يعني المناصب